السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين ومتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. نحن اليوم زرنا أحد المواقع الأثرية في محافظة ضمار، وسنعرض عليكم بعض الفيديوهات وبعض الأنفاق وبعض المناطق الأثرية. كما تشاهدون هذه المناظر الخلابة وتساقط هطول الأمطار والجو الرائع هذا، ما شاء الله تبارك الله. كما تشاهدون احنا في أعلى قمة في دمار. اهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين الكرام، حياكم الله في اليوم في محافظة ضمار. كما تشاهدون هذه الاجواء الرائعة وهطول الامطار الخفيفة، وسنعرض لكم اليوم عليكم المناطق الاثرية. اقرب يا عم تقرب. كما تلاحظون هذه الانفاق الاثرية. هذه الأماكن الأثرية التي سكنها علي ذمار يحبر، وهو الملك الحميري، ولها 7,000 سنة تقريبا. لها 7,000 سنة من يوم كان يحكمها الملك ذمار علي يحبر. كما تشاهدون. وهذه الغرف، هذه الغرف التي كانوا يسكنوها، وهذه الأشياء البسيطة ولكنها أشياء تاريخية ولها تاريخ قديم وعظيم. نحن مجرد نوصل لكم، أنا مجرد بس أوصل لكم الرسالة. وهذه غرف أثرية طبعا، وهذا المنزل الذي، هذه المناطق الأثرية يا رجال. هذا يعني الآن هو مدفون، دفنوه الدولة. وهذه الغرف كما تشاهدون تلاحظون، هذه يعني كانوا يعيشوا من أول، كانوا يعيشوا هكذا. هذا الغرف حقهم، غرف مطابخ، دشام، محراس. هذا على ما كانوا يسموه من أول، يعني محراس لهذه كلها، يعني المنطقة السكنية الأصل تحت. لكن احنا لا نستطيع أن مثلا نروح لهناك لأنه مدفون وممنوع، أنه. فاحنا بس اللي نصور لكم من خارج. هذا الملك علي يحبر كان يحكم ذمار، وسميت ذمار لأنه بنزاهته وقوته وحد المحافظة. ما شاء الله تبارك الله. كما تشاهدون، صور يا أولاد، صور لهم. ما شاء الله تبارك الله. أجواء تفتح النفس. إن شاء الله تنال إعجابكم. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. قديم الزمن، يعني كانوا يسكنوا هنا. سبحان الله العظيم، يعني كيف حفروا وكيف وصلوا لهذه الاشياء وسط الجبال الشامخه. هذه جبال يعني سبحان الله ما حد يقدر يحرك ساكن منها. الان ما شاء الله يعني كانوا يسكنوا تحت الجبال هذه. كما تشاهدون، وهذا نفق ثاني. هذا كهف، احد الكهوف التابعه للملك ذمار علي يحبر، والتي كان يسكن الجبل هذا كامل باكمل حقه. هذا النفق الثاني. ممنوع يا رجال، انه ممنوع ندخل داخل النفق. كما تلاحظون، هذا نفق اخر او بما يسمى تهوية. لا نعلم ما بداخله، ولا ندري ما هو، لكنه عبارة عن تهوية او من هذا الشيء. نسأل الله العلي العظيم أنه يصلح البلاد والعباد هذه، وأنه يرزقنا ذرية صالحة، ويحفظ البلاد هذه ويحفظكم. وإن شاء الله تشتركوا في القناة، وأوصل لكم أكبر عدد ممكن من النصائح والفيديوهات الرائعة هذه. كما تشاهدون هذا السيل، هذه جرفة السيل التي أجراها السيل.
هذه إحدى أسباب السيل. ما شاء الله تبارك الله من قوة الأمطار وغزارة الأمطار. شاهدوا يا شباب، صور يا ولد انتبه لنفسك. هذه أسباب الأمطار الغزيرة، نحمد الله ونشكر على هذه النعمة والعافية. والآن احنا اسمه الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة، فيجب الأخذ بالحيطة والحذر. صور له هناك، صور له هناك، ما شاء الله ما شاء الله. كما تشاهدون أهلا بكم في ذمار الجنة. متابعين مشاهدينا الكرام، حبايب قلبي، ربنا هذا الشيء كله علشانكم لاجلكم، فإن شاء الله يعجبكم المنظر. وأي شخص عاد يتزوج عادوا حريم عاد عروس، أنصحه إنه يزور المنطقة هذه، يفتهن، ياخذ جو هدوء، أمان، جو ما شاء الله تبارك الله لطيف. ما احناش في باريس ولا في أوروبا، احنا في اليمن، وبالتحديد من منطقة ذمار الأبية. عشت يا ذمار وعشت أصحابها، أنا أبداكم يا متابعين. أيوة. حتى البرس مجان، أنتم تشوفوا البرس مجان. وهذو أصحابنا طبعا طلعنا لكم بالدراجة النارية، ما بالسيارة. السيارة ذي الشيء يقول يطلع بالسيارة، السيارة ما يطلعش لها، ما طلع له بالدراجة النارية. سلامة.